هنحكي حكاية النهاردة الحلم اللي اتحقق لكابوس. ازاي الحلم اتحقق لكابوس؟ اللي حصل في حكايتنا النهاردة ان كان في بنوتة قاعدة مع مامتها بتهزر هي ومامتها، نزلت فيديو كده على التيك توك على حسابها، واتكلمت على حلم هي حلمته. ايه الحلم اللي هي حلمته؟ حلمانه، هي قاعده بتحكي بتقول انا حلمانه حلم ان اختي الصغيره جالها عريس ميكانيكي. الحلم اللي حلمت ان في عريس متقدم مهندس ميكانيكي، ووالده شغال موظف كذا، وعنده عربية صغيرة وي والحكاية والرواية. وهي والبنت ومامتها قعدوا يضحكوا ويستخفوا في الفيديو بالقصة بتاعة العريس اللي متقدم للبنت، وازاي اترفض وده 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 والحكاية، والموضوع خد نطاق تاني غير النطاق. طب يا ترى هل هو حقيقي كان حلم ولا ما كانش حلم؟ النهارده هنعرف حقيقي هل كان حلم ولا ما كانش حلم. بعد ما الفيديو نزل وناس كتير طلعت وهجمت البنت ومامتها، وكلام كتير صعب جدا الام وبنتها يعني اتقال لها. طلعت اخيرا الام عشان تفسر ايه الحكايه كلها النهارده. ان الموضوع كان حلم ازاي؟ يعني هقول لكم حلم ازاي. البنت فاطمه ليها اخت بتكره يعني كلمه جواز، او ما بتحبش كلمه جواز او حاجه زي كده. كانوا ما يحبوا يعكسوها، مثلا ده يقول ايه احنا جالك عريس فلان تتعصب، وما يحبوا عصبيتها، يحبوها وهي بتعيط بيهزروا. قاعده في يوم هي واولادها في كافيه وقاعدين بيهزروا وبيصوروا تصوير كده عادي، والبنوته بتحكي لاختها انا حلمت كذا، ان انتي في عريس جاء اتقدم كذا ومهندس ميكانيكي وي والحكايه زي ما انتوا شايفين الفيديو اللي هو كان نازل. انا مش حابه اعرض الفيديو لان دي حاجات يعني الواحد ما يفروض ما يترقاهاش تاني، يعني ما نجيبهاش تاني كده ونقعد نفكر الناس ايه اللي حصل ومش ايه اللي حصل. فواحد ابن حلال خد الفيديو من على صفحتها، لان عامله الصفحه بتاعتها عامه، قص الفيديو براحته خالص. قص الفيديو، خد الفيديو وقصه. شوفوا وصلنا لفين. خد الفيديو وقصه، خد منه الجزء او القطعه بس اللي البنت بتهزر فيه هي ومامتها على الباشمهندس الميكانيكي او الميكانيكي اللي جالها، وكان عيوبه ان هو ما عندوش شقه وما عندوش عربيه وما عندوش زي ما احنا شفنا في الفيديو. خد الحاجة ديت، خد القطعة ونزلها. ناس كتير طلعت هجمت الست وبنتها. أصبحت الست وبنتها في موقف صعب جدا. طلعت عشان تدافع عن نفسها هي وبنتها. طلعت الست هي وبنتها وبدأت تدافع عن نفسها وهي بنتها. وكانت المفاجأة هنا ان البنت مخطوبة، وان البنت خلال فترة قليلة هتخش. وكل اللي حصل ده مش عارفين هل البنت هتكمل الجوازة ولا البنت مش هتكمل الجوازة، لان اهل العريس طبعا زعلانين من اللي حصل، وقالوا ان هم لازما يطلعوا ويوضحوا للناس ايه اللي جرى وايه اللي حصل. هل الموضوع ده هيأثر على البنت والجوازة مش هتكمل، رغم ان الام بتقول ان هي البنت برضو منزلة العفش بتاعها والشوار بتاعها وهو رايح شقتها. يعني البنت كمان مش عارفة هيبقى مصيرها ايه. هل الجوازة هتتفشكل؟ الدنيا هتبقى ايه؟ قالت ان خطيبها متفهم، ولكن اهل خطيبها زعلانين من اللي حصل. والام بتتكلم ان هي برضك عندها اولاد و3 صبيان و3 بنات، يعني 2 توأم وواحد، وفي منهم واحد شغال على اوبر، يعني الشغل مش عيب. طلعت ووضحت للناس حتى لو جاء لبنتي واحد ما عندوش شقة انا موافقة عادي. واطرقت الموضوع ان الموضوع مش صعب، الموضوع كله كان موضوع هزار بينها وبين بنتها. ولكن النفوس المريضة اللي بتتلقى الواحد على اي غلطة لقت الموضوع ده وخدت القطعة ونزلتها للبنت هي ومامتها، وهم بيستخفوا بعريس جاي لها. المفاجأة كمان بقى زيادة، ان دلوقتي طلع كام واحد وقال انا العريس الميكانيكي، انا الباشمهندس الميكانيكي اللي العروسه رفضته، وقعد يعيط ومش عارفه ايه. وكمان في واحد طالع ويقول انا متكفل بالولد دوت وهعمل له شهريه وي ايه ده يا جماعه؟
ايه ده يا جماعه؟ عملتوا من شيء لا شيء وطلعتوا البنت ترند، و يعني خربتوا الدنيا عليها وخربتوا الدنيا على مامتها. ومامتها ذات نفسها بتقول ان هي مش مسامحه، وخصيمها اليوم الدين اللي عمل فيهم كده مش مسامحاهم، وبتحكي قد ايه ان الموضوع كان صعب، وان هي مسحت الفيديوهات كلها. قالت لبنتها خش بسرعه ومسح الفيديوهات قبل ما حد يعني يخش ويشوف فيديوهاتنا الباقيه، لان الفيديوهات عباره عن مثلا هي ولاد اختها، هي واختها، هي وقرايبها كده. فخافت ان هي الناس تاخد الفيديوهات ويطلعوها. ولكن الناس دلوقتي بيقولوا حاجه، لو الفيديو اللي انتوا كنتوا منزلينه اللي هو بتاع ان ده حلم، بينوه عشان الناس تصدق. ولكن الست قالت ان الفيديو اتمسح، وهي بتدور على حد ان هو يشوف موضوع الفيديو دوت اللي اتمسح ويوريه للناس. الحكايه مش محتاجه مبررات، الحكايه مش محتاجه مبررات خالص. هي الست طلعت وقالت ان ده حلم، خلاص ما قالتش ان ده حقيقي وما قالتش كذا. احنا مش هنمسك للناس على الواحده، خلاص بقى. كفايه ان احنا بنصور العيال وهم ماشيين في الشوارع ونطلعهم ترندات، كفايه حاجات كتير. كفايه كمان وصلت ان احنا نخش وناخد الفيديوهات ونقصها، وده حقيقي بيحصل، وناخد الغلط اللي فيها ونعلنه، وده حقيقي بيحصل، مش ما بيحصلش، لا ده حقيقي بيحصل وموجود في مجتمعنا ده. دلوقتي بقى في نفوس مريضة، بقى في ناس عندها احقاد يا جماعة. يعني خلاص بقى كفاية تجريح وتقطيم في الام وبنتها. لاحظوا ان انتوا كده كمان بتخربوا حياة البنت. البنت بيتخرب حياتها، مستقبلها يعني بيضيع. ما ينفعش كده، يعني ما ينفعش كده. كفايه تجريح، وكفايه طعن في البنت ووالدتها، وكان الله في عونهم. واتمنى من خطيبها واهل خطيبها ان الموضوع يعدي عابر، والبنت ملهاش ذنب ابدا. ملهاش ذنب ان هي قاعده بتضحك مع والدتها، ملهاش ذنب ان هم بيهزروا. اي ام واي اب واي حد بيقعد وبنهزر وبنقلس وبنعمل وبنبقى مع نفسنا. لكن الناس تاخد الفيديوهات وتعملها على العلن، ده اللي بقى شيء صعب قوي 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 علينا بجد. حبايب قلبي، حلقتي خلاص كده خلصت، واتمنى اشوف تعليقاتكم. هل ترضوا ان حد ياخد فيديوهاتكم وياخد منها مقطع صغير ويقصه وينزله ويعمل بيه بروباجندا زي اللي حصلت ديت، ونخوض في الناس وفي اعراضهم ونهنهم؟ والموضوع ده يعني صعب 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 حد يرضى كده. لازم يكون في وقفة للناس اللي بتاخد الحاجات دي الفيديوهات وبتشكلها على ما هي عايزة. في رعاية الله وحفظه. سلام.